واحنا صغيرين أيام المدرسة لما كنا بنحل مسألة ونبص في الكتاب من ورا نلاقي الإجابة مختلفة عن الإجابة اللي احنا حطيناها، ما كناش بنهدى ولا يرتاح لنا بال إلا لما نطلع الإجابة متطابقة للإجابة اللي ورا. كذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هو ده هو ده اللي المفروض يبقى موجود. هي دي الإجابة اللي في آخر الكتاب، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلما يبقى الحالة عندي مش في أحسن تقويم مستريحش وأقول هي كده حلها، لأ، أقلب الدنيا وأشوف حلول وأتصرف وأقول أبدا ربنا سبحانه وتعالى مطلع الإجابة في أحسن تقويم، أنا لازم إجابتي تكون متطابقة مع أحسن تقويم. زي ما عملتها في الحساب وانت صغير لازم تعملها دلوقتي في مشاكلك وفي أي شيء مش في أحسن تقويم، صحيا جسديا نفسيا اجتماعيا، أي شيء مش في أحسن تقويم في حالة اعوجاج دي مش الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة في أحسن تقويم. اقلب الدنيا لحد ما ترجعها في أحسن تقويم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.